الآخر يا صديقي الفلزات واللافلزات نفسهم يوصلوا لتركيب الغاز الخامل. هو الغاز الخامل آخره كام؟ معظم الغازات الخاملة آخرها 8. طيب أو 2 اللي هو مفيش غير مين؟ الهيليوم. طيب الفلزات آخرها كام؟ يا 1 يا 2 يا 3. طب اللافلزات آخرها كام؟ يا 5 يا 6 يا 7. ركز بقى يا صديقي في الحتة الجاية دي. الفلز نفسه ومن عينه يبقى آخره 8 أو 2 طبعا، يبقى نفسه يصل للتركيب بتاع الغازات الخاملة. ونفس الكلام بالنسبة للافلزات، نفسها تصل للتركيب بتاع الغازات الخاملة. يبقى الفلزات نفسها يبقى آخرها مكتمل 8 مجازا. طب اللافلزات برضو نفسها يبقى مكتمل 8 مجازا. تمام؟ طب بتعمل ايه؟ طب بص لي كده يا صديقي، الفلز آخره 1 فاضل له كام على 8؟ 7. كتير. مين هيديه 7؟ فالفلز بيجي فاقد الواحد. طب افرض اخره 2 برضه لسه فاضل 6 على 8، فبيعمل ايه؟ بيفقد الاتنين. طب ممكن يكون اخره 3 برضه بيفقد التلاتة، يعني بيضحي. يبقى الفلزات بتضحي بمين؟ بإلكترونات مستوى الطاقة الأخير عشان يبقى آخرها كام؟ 8. يبقى سلوك الفلزات أثناء التفاعل الكيميائي تميل إلى فقد أو إعطاء إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. آخرها 1 هتفقده، آخرها 2 هتفقدهم، آخرها 3 هتفقدهم. طب ليه؟ عشان يبقى آخرها 8 زي مين؟ أقرب غاز خامل. طيب اللافلزات بذمتك يا صديقي 1 آخره 5 فاضل له 3 ويبقى 8، هيفقدهم؟ لا، ده هيكتسب عليهم او يشارك بيهم، هنعرفهم بعد كده. المهم هيكملهم ل8، مش هيفقد، يا اما يكتسب يا اما يشارك بالثلاثه. طيب اللي اخره 6 فاضل له 2 على 8 هيكتسب 2، واللي اخره 7 هيكتسب او يشارك ب1. هو ده يا جماعه قصه او ملخص حصه النهارده. الفلزات عايزه يبقى اخرها 8 زي اقرب غاز خامل ليها، طبعا يسبقها. اللافلزات عايزة يبقى آخرها 8 حتى تبقى أقرب أو تصل للتركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل يليها. يبقى الفلزات هتفقد أما اللافلزات هتكتسب. طيب الفلز لما يفقد ما بيبقاش اسمه بقى ذرة، بيبقى اسمه حاجة اسمها أيون. ما تيجي نعرف. يبقى أنا كده المقدمة عندي إن الفلزات هتفقد واللافلزات هتكتسب عشان يبقى المستوى الطاقة الأخير 8 مثل أقرب غاز خامل إيه ليه.